إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. عباد الله، إن المعصية إذا أسرت وأسر بها ضرت صاحبها، وإذا أعلنت ضرت العامة والخاصة. المعاصي إذا أعلنت ولم ينكر عليها ضرت العامة والخاصة، وهذا أمر خطر وجلل وأمر عظيم ما نحن فيه من انحدار أخلاق بعض الناس عياذا بالله. أنبه على جزئية معينة ظهرت في مجتمعنا في هذه الأيام، وهي قلة الحياء، بل قلة الحياة، لأنه إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في عيش في وجه إذا قل ماؤه. تجدهم أو تجد إحداهن مخدرة عفيفة أصيلة نسيبة، ولو ذهبت إلى بيتها وطلبت منها أن تكشف شعر من شعراتها لأقامت عليك الدنيا ولم تقعدها، والكل يعلم هذا. خطبت اليوم، أنت بالأمس أردت أن ترى منها شعرة وأقامت عليك الدنيا، واليوم خطبت وذهبت إلى القاعات وبرز شعرها وصدرها وساقها، ثم جاء الأمر الجديد، رقصة الخطوبة. هذا الشيء الجديد، لازم المرأة تشترط على الرجل أن يرقص معها، أو هو يشترط عليها أن ترقص معه أمام الناس. سبحان الله، أين ماء الوجه؟ أين ما كنت به بالأمس لما دخل عليك رجل قال أريد أن أرى شعرك، قالت أنا شعري لا يراه أحد، ثم أعلن بهذه المعصية. ليتها كانت في بيت العرس والزوجية تقتصر على أهل العريس، ولو نقول لا، أعلنت أمام العامة وتتناقلها الهواتف والحالات أن ترقص أمام الناس من غير وازع ديني. فكل أمتي معافى إلى المجاهرون، كل أمتي معافى. هذا المجاهر الذي يجاهر في المعصية هذا لا يعافيه الله عز وجل، لا دنيا ولا آخرة. ولذلك يا عباد الله يقول ابن القيم لولا الحياء ما عبد الله ولا أديت أمانة، وهذا صحيح. الوازع إما وازع ديني، إنسان يستحي من الله فيتعبد الله عز وجل، وإما وازع دنيوي يستحي من الناس. الحياء انقباض النفس عن فعل القبيح. أين انقباض النفس عن هذا الفعل القبيح؟ لذلك عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحياء وقال استحيوا من الله حق الحياء، قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنستحيي
قال الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. أن تحفظ الرأس وما وعاه، عين، لسان، فم، أذن. هذا الحياء من الله عز وجل، أن تحفظ هذه الأعضاء. ثم البطن وما حوى من الفرج والمال الحرام وغير ذلك. هذا حق الحياء. الحياء ألصق بالنساء، والغيرة ألصق بالرجال. فنحن إذ نقول أن الله حيي، والأنبياء كذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذا نحن نتذكر مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عوام الناس في جاهليتها وفي إسلامها، فمن باب أولى أن نذكر النساء. صفة الله الحياء، إن الله حي ستير، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. إن الله حي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من المرأة المخدرة في خدرها. ولما جاءته امرأة قالت يا رسول الله كيف أتطهر؟ حائض. فقال خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة مسك، والدم ييبس، والمياه ليست كاليوم، ووسائل التنظيف آنذاك ليس كوسائل التنظيف اليوم. قال خذي فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم حتى تزيلين الدم من حول ذلك الموطن اللي فيه دم. فقالت كيف يا رسول الله؟ فقال سبحان الله، خذي فرصة ممسكة وتتبع بها أثر الدم. فقالت كيف يا رسول الله؟ استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذتها عائشة، سحبتها، قالت تعالي يا امرأة، سبحان الله، تتبعي. وعلمتها عائشة كيف تتبع بها. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، وهذا أمر يستحيا منه وهو شريعة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. في الصحيحين أن موسى رجل حيي، فكان بنو إسرائيل يغتسلون معا، وكان موسى يغتسل لوحده. فقالوا ما يمنعه إلا أنه آدر خصي قري، ما يمنعه إلا آدر، ما يريد قروته قدامنا. لما قال ذلك بنو إسرائيل وذهب موسى يغتسل وذهب ثوبه على صخرة، عدت الصخرة على ثوبه أخذت الثوب، فخرج بصوته يجري خلف الحجر، ثوبي حجر ثوبي حجر، ويضرب الحجر بصوته حتى يقول صلى الله عليه وسلم ولو كنت هناك لأريتكم ثم، يعني هناك يعني موطن الصوت على الصخر، حتى رآه بنو إسرائيل جميعا. فأنزل الله عز وجل الذين لم تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا، أنه حي وليس خصي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياء من الدين قال بل هو الدين كله، بل هو الدين كله. لكل دين خلق، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما وقع الآخر. قرنا جميعا الإيمان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعظ أخاه في الحياء، قوم طالب فلوسك، محلك راح، لا تستحي، يعظ أخاه في الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه إن الحياء من الإيمان، دعه. قال له مستحزيا، الإيمان 70 شعبة، والحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. القعنبي شيخ البخاري ومسلم كان في أول حياته شارب خمر سكير، ورث عن أبيه المال الكثير في البصرة، وليس له أحد يقاسمه في ماله، وكان شاب طائش ينام الضحى ويقعد قبيل المغرب بقليل، ثم يذهب مع أصحابه يشتري أحسن الخمور في البصرة، ثم يأتي فيسهرون إلى الفجر إلى الصباح، وهذا ديدنهم.
عبد الله بن مسلمة القعنبي. فزار شعبة بن الحجاج جبل الإتقان، زار البصرة قبيل الشمس أن تغرب بقليل، وهذا خرج ليشتري الخمر، فوجد السوق ممتلئة مكتظة تمشي خلف رجل، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة. من شعبة؟ شعبة بن الحجاج رجل الحديث، هو معروف بالحديث، بعيد كل البعد عن الدين. قال: ما يعمل؟ قال: هو رجل في الحديث يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف أمامه أمام فرسه، وشعبة معه البصرة علماؤها وأمراؤها، فقال: حدثني. فالتفت الشعبة إلى أصحابه: من هذا؟ قال: رجل من سفهائنا، عرف سفيه. قال: حدثني. قال: لا أحدثك. قال: أقول حدثني. قال: لا أحدثك فلست أهلا للحديث. فأخرج من كمه حديدة وضعها تحت حنك شعبة. قال: لا تحدثنني أو لا أجرحنك. قال: أمط هذه، زولها. أخبرني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. عرب يفتهمون الكلام، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل إلى القلوب. فرمى الحديدة عبد الله بن مسلمة ورجع إلى بيته فكسر دينار الخمر وقال: دلوني على أعلم الناس. قالوا: مالك. أين؟ في المدينة. قال: فذهبت إليه في أسبوعين لا تكتحل عيني بكثير نوم، حتى أتيت مالك في آخر الليل وطرقت عليه الباب. من؟ أنا عبد الله بن مسلمة بن القعنبي من البصرة، كان من شأني كيت وكيت. وكان الإمام مالك مهاب، لا يدخل عليه أحد، الناس يستحيون من مالك، مالك له هيبة في نفوس الناس، عظم الله فعظمه الله. وهذا دخل عليه في آخر الليل، استغرب، يعني مالك ما يمكن أحد من المدينة يجوب بتال الليل هالشكل. فقال: كان من شأني كذا وكذا، أدخل أم يعني أرجع للبصرة، ترى الخمر مالي. قال: تعال يا ولد تعال. فمكث في بيت مالك 20 سنة ملازم للإمام مالك. الآن ترى أكبر رواية للموطأ الإمام مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي، تجد البخاري حدثنا شيخنا الجليل عبد الله بن مسلمة القعنبي، مسلم كذلك، شيخ الإمام أحمد من هذه الكلمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: استحيي من الله كما تستحي من رجل صالح في قومك. أنت جالس يا رجل صالح من قومك ووجه شيخ عشيرة شيخ دين وإنسان مهاب، هل تستطيع أمامه أن يعني تفعل القبيح؟ الجواب لا. الجواب لا. أنت أمام الصبي، أما الصبي لا يستطيع أن تفعل القبيح، فكيف أمام رجل؟ لذلك الإمام أحمد يقول هكذا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: والله إني لا أستحي من الله أن أذهب إلى الحمام ما بين يوم وليلة، يعني كل يوم والثالث يروح للمرافق أجلكم الله يتقنع، يقول: أتقنع حياء من الله عز وجل أني كشفت عورتي. رضي الله عن أبي بكر. عثمان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله دخل أبو بكر وعمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاسن عن ركبته، فلما دخل عثمان أماط الثوب وأنزله، فقالت له عائشة: يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر ولم تصنع ذاك. قال: يا عائشة لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ يا عائشة لو رآني هكذا عثمان ما طلب حاجته واستحيا ورجع، وفعلت ذلك فهو أدرك لحاجته، يعني حتى شو يسوي عثمان يمكن يطلب مني. علي رضي الله عنه يقول: كنت امرأ مذاعا كثير المذي، يقول: وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عندي فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرت المقداد بن الأسود فقال منه الوضوء. أبو سفيان وهو كافر يتناقش مع هرقل ملك الروم وهو كافر وفي حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لولا أن يأثر العرب علي كذبة لكذبت، لولا أن يأثر العرب علي كذبة
لكذبت، إني لا أستحي منهم. يستحي من على طريق الكذبة، حياء عجيب. لذلك وصفه الله عز وجل بالعلو، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. هذه صفة مشيتها أو مشيتها، تمشي على استحياء. إذا قرأنا القراءة الثانية ووقفنا تمشي على استحياء قالت، على استحياء قالت، يعني مشيها استحياء وقولها فيه حياء، ما فيه تكسر. وشكت فاطمة رضي الله عنها لعلي ما تلقاه من الرحى، تطحن، فقال جاء سبي، اذهبي إلى والدك، اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليعطنا خادم. فذهبت ثم رجعت قالت استحييت منه. فذهبت في اليوم الثاني فجلست عند النبي صلى الله عليه وسلم ما جلست، ثم رجعت. علي ها رضي الله عنه والله استحييت. وفي اليوم الثالث والله ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أريد خادما. تقول حتى كان في اليوم الرابع والخامس جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وجلس بيني وبين علي فشكونا له ذلك، يعني أنا وعلي حطينا قلب على قلب، وقال ألا أدلكم على خير لكم من خادم تسبحان الله وتحمدونه وتكبرونه في الليل 33 34. الحديث معروف. القصد يعني الحياء. فاطمة رضي الله عنها تستحي من شيء، تقول عجب العجب. أيام وجهها أصفر، مريضة عليلة، تقول لها أسماء بنت عميس ما لك يا فاطمة؟ قالت أفكر في الموت، إذا مت وحملني الرجال وليس لنعشي خشبتين من اليمين ومن الشمال، ويراني الرجال، يعني يرون البطانية وهذا فوق بس يرون هذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى وأستحي من هذا. فقالت لها أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قالت لها إن في الحبشة يصنعون بجانب السرير خشبتين يسمونها النعش، فقالت بالله عليك إذا مت فاصنعي لي ذلك، هذه وصيتي لك، والله لقد فرجت عني ما أنا فيه. مستحية لم تموت ويشيلونها ويتولون الرجال وبس بطانية فوقها، مستحية من أن تظهر هذا. سبحان الله. إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد سلم تسليما كثيرا. بعد لا زلنا نتحدث في أخبار النساء وكيف الحياء. عائشة رضي الله عنها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، فكانت تذهب وليس على رأسها الخمار، في حجرتها الثانية تذهب إلى حجرتها الأولى التي فيها منامها ودفن بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتبيت أحيانا عنده جنب القبر. فلما مات أبو بكر دفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فكنت على ذلك، يعني واضع خماري وملابس الاعتيادية أفوت أبوي وزوجي. فلما مات عمر واستأذن مني وأذنت أن يدفن، والله 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 ما دخلت الحجرة إلا وأنا شادة علي ثيابي، والله لإني لأستحي من عمر حيا وميتا، لأستحي من عمر حيا وميتا. امرأة سوداء تقوم المسجد تصرع، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء، قال تريدون ذلك أو تصبرون لك الجنة؟ قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة، ولكن يعني امرأة استحيا وأستحيي وإني أتكشف. فقال أدعو الله لا أتكشف، قال أدعو الله لا أتكشف
ودع مرضي فيه، أستحي من الناس أني أتكشف أسرع. جاءت أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرأة ماء كما للرجل ماء. قالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ أو تحتلم المرأة؟ يعني الحياء ما صد أم سليم، يعني هذا الحياء الذي لا يمنع الإنسان من طلب العلم. قال ذكرتك أمك يا أم سليم، فبما يشبه هو ولدها؟ ولذلك قالت عائشة يرحم الله نساء الأنصار، يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. إذا كان كذلك فلا حرج. أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير ذهبت تنقل النوى مسافة بعيدة في أرض الزبير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ البعير حتى تركب أسماء. قال فتذكرت غيرتك، فتذكرت غيرتك. شوف الحياء من المرأة والغيرة من الرجل. لذلك كان العرب يضعون الغيرة في الرجال ويضعون الحياء في النساء، والحياء في النساء ألزق والغيرة في الرجال أوسط. تموت المرأة ولا تأكل بثدييها. هند بنت عتبة لما أخذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن لا تشركن بالله ولا تسرقن ولا تزين، رفعت صوتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ قالت عائشة فأخذت بيدها قري على كيفك يا امرأة قري، يعني مستغرب حيل، يعني وتزني الحرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء وسط الطريق، ليس للنساء. النساء تمشي باستحياء، النساء تمشي في أطراف الطريق، والحياء كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. اللهم اغفر للمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم